السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. لو جبت حضرتك ريسيفر ستار نت كاريوكي الذهبي الجديد، هقول لك النهارده ازاي تبرمج الريسيفر وتنزل جميع القنوات الموجودة على النايل سات بطريقة سهلة وبسيطة. خلي بال حضراتكم الطريقة دي برضو تنفع مع ريسيفرات معالج سان بلس. اول حاجة بتعملها بتضغط على زرار المنيو الموجود في ريموت الريسيفر علشان تفتح اللوحة اللي قدامك فيها بعض الاختيارات. هتقف على كلمة التركيب او علامة القمر الصناعي زي ما قدامكم، وبعدين هتضغط على اوكي عشان تفتح لك اللوحة الخاصة باعدادات التركيب. كل اللي عليك هتنزل عند تاني اختيار اللي هو اعدادات الهوائي، وبعدين هتضغط على اوكي عشان تفتح اللوحة اللي قدامك. اول حاجة بيقول لك القمر الصناعي، طبعا هتختار القمر اللي حضرتك عايزه سواء نايل سات او اي قمر تاني. هنختار النايل سات. بيقول لك هنا نوع اللاقط، وبيقول لك موجه وكي باند، هتسيبه زي ما هو، وبعدين هتنزل عند نوع اللاقط هتخليه برده زي ما هو ما تلعبش فيه، اللي هو 9750 على 10600. رابع حاجة بيقول لك هنا المصدر، ده المهم اللي بندور عليه. هتضغط على اوكي هتفتح لك الترددات الموجودة على الريسيفر بتاعك. هتختار التردد مثلا 11766 11787 اخترنا التردد اللي هو 11787 رأسي او عمودي او في، معدل الترميز 27500. التردد مرة أخرى 11787 معدل الترميز 27500. القطبية هتكون رأسي أو عمودي. وطبعا بتلاقي الإشارة جت قدام حضرتك على طول. بتنزل عند ال 12 في هتسيبها مقفول زي ما هي. بيقول لك هنا طاقة اللاقط هتسيبه فتح زي ما هو. بيقول لك هنا عايزين بس الدايزك بتاعنا نمط الدايزك. لو حضرتك عايز تظبط الدايزك بتاعك لو على A أو B أو C بتدوس على اوكي دايزك واحد، وبعدين بتختار الدايزك بتاعك. طيب بعد ما اخترنا التردد اللي هو 11787 رأسي او عمودي او في، معدل الترميز 27500، هنعمل ايه؟ كل اللي عليك هتضغط على الزرار الازرق الموجود ده في ريموت الريسيفر عشان تفتح اللوحة او المربع اللي قدامك. كل اللي عليك بيقول لك هنا بحث عن شبكة، هتغير من الزرار اللي بيعلي الصوت عشان تخليها الفتح. بيقول لك هنا نوع القناه هتسيب الكل او مجاني زي ما حضرتك عايز. بيقول لك هنا نوع البحث، انت عايزه بحث آلي ولا عايزه بحث اعمى ولا عايزه بحث يدوي. البحث اليدوي يعني هتنزل التردد بس اللي اخترناه، ولكن البحث الآلي هيبحث عن جميع القنوات الموجوده على النايل سات. بيقول لك هنا اخر اختيار عايز تبحث عن ايه؟ عايز تبحث عن التلفزيون بس ولا قنوات الراديو مع التلفزيون. حضرتك طبعا بتقرر، بتغير من الزرار اللي بيعلي الصوت او بيوطي الصوت، تختار اللي انت عايزه. بعد ما ظبطنا اللوحه اللي قدامكم الخاصه بالبحث، كل اللي عليك بس وانت واقف على اي اختيار هتضغط على اوكي عشان يبدا الريسيفر في البحث عن القنوات الموجوده على النايل سات، وهينزلها على الريسيفر بتاعك بطريقه سهله وبسيطه. وطبعا هينزل لك جميع القنوات الجديده، لان في ناس كتير جدا بتعاني من مشكله تنزيل القنوات الجديده على الريسيفر بتاعه. فالطريقة اللي معانا النهاردة هتنزل لك كل القنوات الموجودة على النايل سات هتنزلها على الريسيفر بتاعك، يعني مع التردد اللي هو 11787 مش هتحتاج لأي تردد تاني، هينزل لك كل القنوات الموجودة على النايل سات. هتكمل الفيديو، هتكمل البحث للآخر، هتسيب البحث يتم للنهاية عشان ينزل لك كل القنوات. وبكده الموضوع بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.